أن أصلا وفطرة جسم الإنسان لا يقبل الحشرات والديدان، وليس مخلوق ليستقبل مواد غذائية من الحشرات أو الديدان. وتكريما للإنسان لا يمكن أن يخلقه الله يتغذى على الحشرات والديدان. ولذلك الشعوب التي تتغذى على الحشرات والديدان هي أردى الخلق. لذلك يقولوا الصينيون ما الصينيون غادي يذهبوا شوفوا الصينيين أخلاقهم كي عاملة، وشوفوا كي تعيشوا، شوفوا العاطفة واش عندهم، شوفوا واش عندهم غيرة، شوفوا واش يتفاعلون. أرذل الخلق هو الخلق الذي غير فطرة الله، هو الذي يتغذى على الأشياء التي لم يخلقها الله. لأن الله كرمك. إذا لا تريد هذا التكريم فأنت تسقط في الأشياء الخطيرة. ولذلك قلت يجب أن يكون السنن الكونية والسنن الشرعية يا عباد. يدرس الناس العلوم الكونية والعلوم الشرعية يا عباد. الناس إما درسوا العلوم الشرعية يعرفوا الكتب، إما درسوا العلوم الكونية ولم يحفظوا القرآن ولم يدرسوا العلوم الشرعية. فماذا نعمل في هذا المجتمع مقسوم على اثنين أصلا انفصام؟ ماذا نعمل يا عباد؟ ماذا نعمل؟ لما تتكلم في الدين وفي الفقه يطلع لك واحد جاهل لا يعلم شيء. تبقى في تخصصك، نحن نحبك لما تتكلم عن علم الأغذية. لما تتكلم في الدين فهذا شيء. لا نريدك أن تسقط من أعين الناس. والله هكذا يكتبوا في التعليم، أنت ستسقط في أعين الناس إذا تكلمت الدين والعلماء وكذا وكذا. يا سيدي، من لا يطعمني ولا يسقين، ومن إذا مرضت لا يشفين، فأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن ينجيني منه وأن يبعدني منه وأن يخرج من القناة وأن يتركنا في حالنا. من لا يطعمني ولا يسقين، ومن إذا مرضت لا يشفين، فما عندي ما نعمل به، لا خير فيه. نكونوا واضحين. ولذلك لما أتكلم عن أشياء نتكلم بموضوعية وبعلم، ولا نتكلم كلام حلقوي. هذا علم وليس كلام فارغ. فالآن النقاط اللي تكلمت عليها تكلمت معكم بأن سيكثر الحديث عن الحشر. ألخص عاود. سيكثر الحديث عن الحشرات والديدان، فهو الآن كثر. سيأتون بأشخاص الآن يحببون الناس وينشرون ثقافة الحشرات في المدارس وفي ما يسعون به، وربما يصعدوا الحافلة، وربما يصعدوا من إحدى القطار، وربما يصعدوا المترو والترام ليتكلموا مع الناس. سيكون نقطة على الصدر. ثالثا سيأتون بأشخاص يأكلون الحشرات أمام الناس. سيؤثرون على الأطفال، لأن الأطفال عندهم حب التطلع سيكولوجيا. الطفل عنده حب التطلع، لما تنهى عن شيء وكأنك أمرته أن يفعله. الطفل لما تنهى عن شيء وكأنك أمرته. حتى سيدنا يعقوب لما قال سيدنا يوسف لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين.